if you have a language programming 100%, you have a lot of power. يعني انت لو انت عندك لغه برمجه واحده بس 100%، فانت عندك القوه ان انت تقدر تعمل بيها اي حاجه حرفيا. طيب ليه؟ تعالى كده نبص ليه بقى الكلام ده؟ ليه انا بقول الكلام ده؟ ديت اكبر احصائيه على اكبر مستوى 10 شركات على مستوى العالم. كام في المية شغاله في مجال البروجرامينج او التكنولوجي؟ هنلاقي ان هي في 60% من حجم سوق العالم في مجال البروجرامينج او التكنولوجي. ليه برضه بقول كده؟ تكمله لكلام الباشمهندس احمد ظهر، فقال لك ايه؟ انت ممكن يبقى عندك فكره بسيطه جدا. اهم حاجه انت اول حاجه لازم يكون عندك يقين ان في حد تاني في مكان ما في حته تانيه بيفكر في نفس الفكره. فانا لازم اعمل ايه؟ اول حاجه لازم ابقى، لان انا اتحطيت في الموقف ده، عندي فكرتين عملت ليهم بزنس موديل، اتاخرت فيهم لقيت حد نزل بيهم. برغم ان انا ما قلتش ان حد عليهم يعني. لان انت بكل بساطه فكره تقدر توصل ان انت يبقى عندك هيوج كامباني. اوبر اللي اتكلم عليها الباشمهندس احمد قال لك ايه؟ اكبر شركه تكاسي في العالم ما عندهاش ولا عربيه، عندها ابلكيشن. وكريم نفس الفكره لدرجه ان اوبر اشترت كريم. سويفل اكبر شركه ميكروباصات على مستوى العالم ما عندهاش ولا ميكروباص. فيزيتا اللي حد لو متابع فيزيتا دلوقتي هم بقى مقرهم في دبي، واخده فندق اكتر من يعني بمبالغ ضخمه. هنسوقهم بقى اقول اكس جروبه، بس جروبه اتقفل. اطلب، نتفليكس، واتساب اللي الراجل بتاعه اترفض ان هم يعينوه في تويتر، واترفض ان هم يعينوه في جوجل، واترفض ان هم يعينوه في فيسبوك، وعمل ده واتباع في 2014 ب 19 مليار دولار. فانت بفكره بسيطه جدا. بوكينج اكبر ويب سايت لحجز الفنادق ما تملكش ولا فندق. فانت بفكره تقدر توصل ان انت يبقى عندك هيوج كامباني، وده اللي انا بتكلم فيه الشباب الصغير ده. انت دلوقتي انت لو فكرت في فكره، اول حاجه الفكره دي تعمل ايه؟ بتحل مشكله. كل دول طلعوا علشان دي بتحل مشكله. فانا لو وجدت مشكله وعملت لها ابلكيشن اقدر ان انا يبقى عندي شركه حتى لو انا كان سني صغير. انت يو هاف ا نولج، ان انت عندك المعرفه ان انت تقدر تطبق الفكره ديت وتطلعها للنور باللي انت عارفه في البرمجه.